راجل واحد بنى إمبراطورية من الصفر، خسرها في يوم واحد ورجعها تاني من الصفر، وفي النهاية مات وهو بيقول واحد من إفيهاته المشهورة: دي مش حكاية فيلم، ده حصل فعلا. وكتب عنه بنفسه في مذكراته اللي سماها عشت 1000 عام. وعشان نعرف الحكاية من أولها لازم نرجع بالزمن لورا شوية. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1898، وتحديدا في الفيوم في شهر يوليو من نفس السنة اتولد يوسف عبد الله وهبي، ابن عبد الله باشا وهبي، كبير مفتش الري اللي حفر ترعة باسمه حولت آلاف الأفدنة من صحراء لأراضي زراعية. يعني مش بس عيلة غنية، ده أب ترك أثره في خريطة مصر حرفيا. يوسف كان الابن الأصغر، سبقه 5 اخوات ذكور، وأخد اسمه من بحر يوسف، الترعة الشهيرة اللي كان البيت بيطل عليها. كان المفروض يبقى مهندس ري زي أبوه، أو على الأقل فلاح كبير. بناء على رغبة والده درس في مدرسة الزراعة في قرية مشتهر. بس في يوم حصل حاجة غيرت كل حاجة. خلال تواجده في سوهاج كان في زيارة لفرقة مشهورة بتاعة الفنان سليم القرداحي، الفرقة اللبنانية. وكانت دي الشعلة اللي أوقدت في نفسه حب الفن والتمثيل. مسرحية واحدة غيرت مسار ابن باشا لفنان كبير، وده كان بداية رحلة محدش كان يتخيلها. ساب كل حاجة وراح يتعلم ومشي ورا حلمه. بس مش قرر يمثل، قرر يتعلم صح. سافر إيطاليا بإغراء من صديقه محمد كريم، وتتلمذ على يد الممثل الإيطالي المشهور كيانتوني في معهد التمثيل في ميلانو. بس الدنيا ما بتستناش، رجع لمصر سنة 1921 بعد وفاة والده، وورث منه 10,000 جنيه دهب. 10,000 جنيه دهب في 1921 دي ثروة كاملة. طب إيه اللي عملوا فيها؟ هل اشترى عقارات ولا فتح مشروع؟ الإجابة وبكل بساطة لأ. في يوم من الأيام شاف أستاذه عزيز عيد بيمشي في شارع عماد الدين، هدومه مقطعة وحرفيا متشرد بعد ما خسر كل حاجة. وعلى فكرة عزيز عيد كان بيطلق عليه رائد المسرح العربي. يعني الراجل ده كان أستاذ كبير. يعني مثلا لو قلنا المليجي فده كان تلميذ عزيز عيد، ومع ذلك خسر كل حاجة. ولما يوسف وهبي شافه قال له أنا يوسف وهبي. فعزيز عيد رد عليه وقال له أنت شايف شكلي عامل إزاي؟ قال له أنا عايز 5 صاغ أجيب بيها علبة ورنيش ألمع بيها الجزم في الشارع. وعلى رواية يوسف وهبي إنه خده ورجع إيطاليا. بس خلينا في حياة يوسف وهبي. قرر يرجع إيطاليا تاني، وفي أحد المقاهي في ميلانو قابل الشاعر أحمد شوقي اللي أقنعه بضرورة العودة لمصر وإنه يعمل فرقة مسرحية جادة. رجع وبدأ من الأول. بس هنا هنقف شوية. تفتكر الناس كانت بتشوف الممثلين إزاي في الوقت ده؟ قبل يوسف وهبي كان بيطلق على الممثل اسم اللعيب أو المهرج، والنظرة الاجتماعية كانت للفنان كانت نظرة دونية. اللي كان عايز يغيره هو المبدأ نفسه. فاكر سؤال عمل ايه بالفلوس؟ تعال جاوبك. بنى مسرح من الصفر. في يوم 10 مارس 1923 افتتح مسرح فرقة رمسيس بأولى عروضه، وكانت أول مسرحية قدمها كان اسمها المجنون. طيب مين كان في الفرقة دي؟ روز اليوسف، زينب صدقي، فاطمة رشدي، فردوس حسن، حسين رياض، وأمينة رزق، وستيفان روستي. وطبعا ستيفان روستي عملنا عنه فيديو كامل. الراجل ده حياته ما كانتش طبيعية، ما تعرفش هو مصري ولا أجنبي. بس جاوبنا على كل الأسئلة المتعلقة بيه، وممكن تروح تشوف الفيديو من القناة. يعني دلوقتي ده ما كانش مسرح عادي، ده كان حضانة أساطير السينما المصرية. بس كان عنده قواعد صارمة: ممنوع التدخين في قاعات العرض، احترام المواعيد،
الالتزام بالنص وتنفيذ تعليمات المخرج في زمن ما كانش فيه ده كله. وكمان قرر يدخل السينما بس بطريقة محدش عملها قبله. في أوائل التلاتينات ما كانتش السينما المصرية فيها أفلام زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، لا كانت لسه سينما صامتة، يعني لسه ما كانش حد بيتكلم فيها. ويوسف وهبي أراد يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. بس خليني أقولك التصوير في الوقت ده كان إزاي. ما كانش فيه استوديوهات للسينما في مصر، الكاميرا كانت بتتدور بالإيد، والإضاءة كانت مراية عليها قماشة بيضة أو لوحة متغطية بورق فضي بيعكس أشعة الشمس على وش الممثلين. وفي الآخر طلعوا روائع. في 1932 قدم فيلم أولاد الذوات، أول فيلم مصري ناطق من تأليفه وبطولته. يعني الراجل ده ما كانش بس ممثل، ده كان كاتب ومنتج ومخرج في نفس الوقت. الملك هدده والأزهر رفع عليه بلاغ، بس قبل ما تسمع الحكاية وتحكم عليها كملها للآخر. في عز نجاحه جاله عرض في 1926 من مخرج تركي اسمه وداد عرفي، عرض عليه دور في فيلم ضخم إنتاج ألماني هيتصور في فرنسا. يبان العرض عادي لحد ما عرف الدور بتاعه. الفيلم كان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوسف وهبي هو اللي هيجسد الشخصية. القرار ده بقى فتح عليه أبواب جهنم حرفيا. صنع لنفسه صورة فوتوغرافية للشكل اللي هيظهر بيه، وكانت الصورة شبه صورة راسبوتين الروسي. فانتشرت الصورة وبدأت حملة شرسة ضده. الأزهر بعت خطاب لوزارة الداخلية يطالبها بمنعه من السفر حتى لو اقتضى الأمر إنه يتسجن. والملك فؤاد بنفسه هدده بسحب الجنسية المصرية منه. بس قبل ما تحكم على يوسف وهبي اسمع هو قال إيه. قال في جريدة الأهرام: شعاري ديني قبل أي حاجة، عدلت على تمثيل الدور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الراجل قال إن ديني فوق كل شيء وإني مش همثل الدور ده. بس بسبب الأزمة دي اتأخر في دخول عالم السينما لسنتين كاملين. فيلم واحد ما تصورش أخر مسيرته سنتين كاملين. وده بيخلينا نفكر كام عمل تاني ممكن يكون اتأخر أو ما اتعملش بسبب ظروف زمانه، والإمكانيات كانت محدودة، الرقابة كانت بتمنع أي حاجة، والإنتاج كان صعب. وبرغم كل ده فضل يكمل. يعني لو ما كانش غلط الغلطة دي كان زمانه بدأ من بدري شوية. أما القصة اللي جاية فهي قصة أغرب من الخيال. وصلنا للحظة اللي محدش كان بيتوقعها. تزوج من عائشة فهمي اللي كانت أكبر منه ب16 سنة. اتجوزها في باريس، وفي البداية وقفت جنبه في أصعب أوقاته المادية، لأنه ساعتها كان على وشك تفكيك فرقة رمسيس. اتدخلت عائشة وأنقذتها بفلوسها، وساعدته في جولات فنية في دول كتير. بس الغيرة دمرت كل حاجة. لكن أنا فهمتك مرارا إن أنا حرة في تصرفاتي كما إنك حرة في تصرفاتك. ساب يوسف وهبي قصرها اللي كان على النيل في الزمالك من غير ما ياخد حتى هدومه، وما كانش في جيبه غير 50 جنيه، ورجع لشارع عماد الدين وأجر غرفة في بنسيون صغير باسم مستعار عميد المسرح العربي، في أوضة في بنسيون باسم مستعار. عائشة عرضت عليه في الوقت ده 500 فدان و60,000 جنيه لو رجع، بس هو رفض لأن كان عنده عزة نفس رهيبة. سافر بره، ولما رجع لقى إنها رفعت عليه قضية نفقة، واتحجز على فرقة رمسيس وأشهر إفلاسه. الإمبراطورية اللي بناها ب10,000 جنيه دهب اتهدت ب50 جنيه في جيبه. بس يوسف وهبي ما كانش راجل بيقع ويفضل واقع. ما عداش الموسم غير لما كان دفع الدين كله، وساعتها المحكمة شطبت قضية الإفلاس وحول دار السينما بيجال لمسرح يسع 1000 متفرج. وفي حياته الشخصية وقع في حب سعيدة منصور اللي كانت من عائلة ثرية ومتجوزة، لكنها حبته واتطلقت من جوزها واتجوزته ورضيت
إنها تعيش معاه رغم إفلاسه. استمر جوازهم لحد وفاته، وبالرغم من إن في سقطات موجودة في حياته إلا إن هو كان معترف بيها. نال لقب بيك من الملك فاروق، ووسام الاستحقاق من عبد الناصر، والدكتوراه الفخرية من السادات. من ابن باشا رفض الزراعة لعميد كرمته الدولة. نهاية يوسف وهبي ما كانتش زي أي نهاية، فجأة على غير انتظار. كانت نهاية غريبة جدا. في يوم 17 أكتوبر 1982 توفى يوسف وهبي بعد سقوطه في الحمام. في البداية كان في كسر في عظام الحوض، بس وهو بيتعالج في المستشفى جات له سكتة قلبية مفاجأة، وآخر كلمة قالها في حياته كانت إفيه مشهور على مدار حياته كله: يا للهول. راجل عاش 1000 عام وودعها بكلمتين: رحم الله يوسف وهبي. لو الرحلة دي عجبتك لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس، ادعمونا عشان نقدر نكمل الرحلة، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن فيه أحداث أغرب بكتير. سلام.